وسط أجواء احتفالية وثقافية مميزة، احتفلت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة بتخريج أول دفعة من طلاب المعهد العالي للسينما بعد تأسيس أول فرع ليه في مدينة الإسكندرية في 2019. أنا دايما بقول الجملة دي وبصرح بيها طول الوقت إن السينما اسكندراني، أول عرض سينما في مصر كله كان في اسكندرية، ففكرة إن أنت تأسس بقى معهد السينما الإسكندرية، اسكندرية تستحق مننا كده، وأعتقد إن هم هيضيفوا، والولاد هنا موهوبين وعندهم حماس شديد جدا، وده بيخلينا كمان نأكد على فكرة عدم مركزية العاصمة، وإن إحنا نخرج بره العاصمة عشان متواجدين في محافظات متعددة. النهارده احنا يعني في أكاديمية الفنون ومعهد السينما تحديدا مش بنحكم مشروعات تخرج، احنا بنحتفل بتخريج أول دفعة في تاريخ المعهد العالي للسينما في الإسكندرية اللي أنا شرفت بأن أنا أكون أول عميد ليها. الطلبة بيقدموا النهارده مشروعات التخرج بتاعتهم وبيناقشوهم، احنا جايبين لجنة كبيرة جدا من المخرجين والمؤلفين والمبدعين في مجال السينما. طبعا أنا خريج معهد السينما قسم إخراج، و يعني السيادة العميد هشام جمال ده كان من أحد الدفع اللي كانت معايا، وكان هو المصور المشروع بتاعي. وطبعا لما هو يبقى عميد المعهد ويبقى فيه تخرج جديد لدفعة جديدة لأول دفعة تبقى من اسكندرية، فده طبعا شيء عظيم. وان انا ابني طبعا معهد السينما، ووقت طبعا ما بيتصلوا بيا عشان ابقى اجي احكم يعني، فده شرف ليا يعني. فعاليات الاحتفال اتقدمت في مكتبة الإسكندرية، وضمت عروض ومناقشات لمشاريع التخرج اللي قدمها الطلاب في تخصصات الإخراج والمونتاج والسيناريو والإنتاج، وسط حضور كبير لمجموعة من رواد ومبدعي السينما في مصر. لجنة التحكيم أستاذ عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنيه المخرج الكبير يعني، وطبعا استاذ هاني لاشين، طبعا عميد المعهد ونائب رئيس الاكاديميه دكتور هشام جمال، طبعا على راسهم دكتوره غاده جباره رئيس اكاديميه الفنون، طبعا استاذنا الدكتور محمود محسن بيتكرم النهارده وهو الدفعه باسمه. طبعا احنا اول دفعه في اسكندريه، في نفس الوقت مسمينا دفعه التاريخ بالنسبه للاسكندريه. عانينا كتير في الاول عشان فكره ان احنا لسه اول دفعه، لسه مفيش امكانيات كتير، بالعكس احنا يعني تعاملنا بشكل احترافي ووفرنا حاجات كتير مننا علشان نقدر نتخرج. اهم حاجه في الافلام اللي انت تبقى حابب الموضوع وشغوف بيه، بالذات لو فيلم قصير ملوش عائد ربحي، فانت لازم تكون حابب الموضوع والكرو كله حابب الموضوع. أنا النهارده مشاركة بفيلم اسمه فخ العصافير، أنا اللي كاتبة السكريبت بتاعه، هو مشروع تخرج طلبة من طلبة قسم إخراج. الفيلم بيتكلم عن الأطفال وأحلامهم لما يكون الواقع اللي هم عايشين فيه واقع قاسي، فبيهربوا من القسوة بتاعت الواقع اللي هم عايشين فيه بالخيالات وبالأحلام اللي هم بينسجوها في خيالهم يعني. أكاديمية الفنون المصرية هي الجهة الرسمية المنظمة للمعاهد الفنية في مصر، وليها فرعين في القاهرة والإسكندرية، وبتضم 7 معاهد لدراسة الفنون التعبيرية اللي من ضمنها السينما. وبعد تأسيس أول فرع للمعهد في اسكندرية، بينتظر خريجي أول دفعة احتفال تاني بيهم في مهرجان الإسكندرية الدولي اللي هيقام في شهر أكتوبر القادم. سلمى بدوي لبرنامج القاهرة اليوم، قناة اليوم.